صورة يوسف مش حكاية اتحكت، دي حياة كاملة بتبدأ بحلم وتعدي في طرق محدش بيختارها وتوصل في الآخر لمكان ما كانش حد بيتخيله. يوسف كان طفل شاف حلم، والحلم كان أكبر من سنه وأكبر من فهم اللي حواليه. نجوم وشمس وقمر كلهم بينحنوا، مش عشان القوة لكن عشان حاجة جواه لسه ما ظهرتش. يعقوب فهم مش معنى الحلم لكن تقله، عارف إن الطريق مش هيبقى سهل، وإن الجمال أحيانا بيستخبى ورا الصبر. ومن هنا تبدأ الحكاية تمشي عكس ما نتمنى. إخوات وغيرة وبير وضلمة وسكوت ووحدة. بس الغريب إن يوسف ما ضاعش، كان في قاع البير بس قلبه لسه فوق. وكأن الصورة بتهمس، مش كل سكوت نهاية، في سكوت بيغير الاتجاه، من البير لبيت العزيز، ومن طفل مكسور لشاب جميل. جمال يوسف ما كانش في وشه بس، كان في ثباته وفي عينه اللي ما بتتكسرش، وفي قلبه اللي ما تلونش. والابتلاء يكبر والاختيار صعب، وإغراء ووحدة وباب مقفول. يوسف اختار الطريق الطويل، مش عشان أسهل لكن عشان أنضف، فكان السجن. وساعات بنفتكر إن السجن نهاية، في صورة يوسف السجن كان بداية. مكان ضيق بس الروح فيه كانت واسعة. يوسف جوه السجن بس كان حر من جواه، فسر أحلام غيره وهو حلمه لسه بعيد. يمكن دي أكتر حاجة بتوجع، إنك تفرج غيرك وإنت مستني دورك، وسنين تعدي وفي لحظة ربنا يقول دلوقتي. حلم ملك يفتح باب ويطلع يوسف من السجن، مش متهم لكن شاهد حق، من السجن للقصر ومن الوجع للحكمة. ولما اللحظة اللي الكل مستنيها تيجي، يوسف ما انتقمش، ما رجعش الوجع وجع. وساعتها نفهم صورة يوسف مش عن حلم اتحقق، ده عن قلب اتربى، عن صبر ما اشتكاش، وعن جمال ما اتكسرش. دي صورة بتقولك لو اتأخرت الإجابة مش معناها إن ربنا نسيك، ولو الطريق لف مش معناه إنك تايه. يمكن انت بتتشكل عشان لما توصل تكون جاهز. صورة يوسف بتطبطب وتوجع وتطمن في نفس الوقت، بتقولك إن الجمال الحقيقي مش في البداية ولا في النهاية، ده في الرحلة نفسها. وفي الآخر الحلم ما خانش يوسف، بس يوسف كان لازم يكبر شوية عشان يشيله.